مرحبا بكم. سنعرض لكم في هذا الفيديو أكبر سرقة فنية في التاريخ، حيث قام اثنان من الأشخاص بسرقة لوحات تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار دولار، وخلال وقت قياسي وبطريقة سهلة. لكن قبل أن نبدأ الفيديو أحب أهنئ لكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاد الله عليكم بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير. سيارة مجهولة للصان بزي شرطة دخلها أحد المتاحف، وخلال وقت قصير خرجا بكنز ثمين قيمته تتعدى نصف مليار دولار. 30 عاما على أكبر سرقة فنية في التاريخ، وحتى اليوم لا جديد. منتصف الليل 18 مارس عام 1990 وصلت السيارة إلى المدخل الجنوبي لمتحف غاردنر في مدينة بوسطن الأمريكية. خرجا منها رجلان يرتديان زي الشرطة وطلبا من الحارس الدخول إلى المتحف للتحقيق في مزاعم حول شكوى ضجيج. لم يتردد الحارس بتلبية الطلب، وبعد دخولهما قيداه مع حارس آخر ووضعوهما داخل قبو في المتحف. شرع اللصان في إزالة الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن، قصا اللوحات من إطاراتها لتجنب الإنذارات التي تحدث عند تحريك الإطار نفسه. بلغ عدد القطع المسروقة 13 قطعة، حملها بهدوء إلى سيارتهما على دفعتين ثم لاذا بالفرار، فيما لم تصل الشرطة حتى الساعة 8:15 صباحا. شملت المسروقات مجموعة نادرة من الأعمال الفنية، من بينها لوحتا العاصفة على بحر الجليد، والسيد والسيدة في السواد للفنان رامبراندت، ولوحة المناظر الطبيعية للفنان جوفريد لينيك، ولوحة أخرى للفنان إدوارد مانيت. تتراوح قيمة الأعمال المسروقة ما بين 300 إلى أكثر من 500 مليون دولار، مما جعل هذه الحادثة أضخم عملية سرقة في تاريخ الفن منذ سرقة لوحة موناليزا لدافنشي بالمتحف اللوفر في باريس. جهود موسعة بذلتها الFBI للعثور على اللصين أو القطع المسروقة. جرى التحقيق مع المئات وتفتيت جميع الشقق والمخازن المشتبه بها، وتوسع التحقيق إلى دول أخرى حول العالم، لكن جميع الجهود باءت بالفشل. عرض المتحف 5 ملايين دولار للشخص الذي يعيد المسروقات، ثم ضاعف المبلغ إلى 10 ملايين، ورغم كل ذلك لم يتم التوصل إلى أي شيء حتى الآن. 3 عقود مضت ولا يزال الغموض يلف أكبر سرقة فنية في التاريخ، مع تلاشي الأمل ربما إلى الأبد بعودة القطع المسروقة. أخبرونا في التعليقات ما رأيكم بالفيديو، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وانتظرونا في فيديو جديد.